السلام عليكم ورحمة الله. شباب تالتة ثانوي بقى ركزوا معايا. أولا كل سنة وأنتم طيبين. تاني حاجة بقى، إحنا داخلين على أشد أيام عندكم، ويعتبر هي أكتر أيام بتحدد أنت هتوصل لغاية فين بعد كده، أو إيه اللي أنت هتحدده إن شاء الله بإذن الله كمستقبل وكتقسيم مناهج والكلام ده كله. فركزوا بقى معايا وخدوها مني الخلاصة زي ما بيقولوا. باختصار، أول حاجة لازم تبقى فاهم إن الأيام دي لازم يكون عندك أكتر من مصدر في المادة بتحل منه. يعني الأيام دي أيام حل بأكبر قدر ممكن. يعني أنت الفترة دي تبدأ توقّف مجهودات إنك تسمع كتير، وتركّز أكتر وقت ممكن على إنك تحل أفكار كتير جدًا بنفسك. يعني ما تسمعش فيديوهات حل قد ما تحل بنفسك. ممكن أرجع لفيديوهات الحل لو أنا مش عارف أحل جزئية معيّنة، لكن ما ينفعش أكتفي بإن أنا أسمع محاضرة طويلة عريضة، أو إن أنا أشوف فيديو أونلاين وفي نفس الوقت ما أحلش أنا بنفسي. باختصار حركة زي كده أنت هتبقى متلقي. وامتحان ثانوية عامة حضرتك بيتوقف على قد إيه أنت جمّعت مهارات حل، عشان ما تتصدمش بسؤال. باختصار شكلك في اللجنة بيبقى عامل إزاي؟ دماغك بتبقى على قد التمرينات اللي أنت اتمرنتها. يعني تعالَ نحسبها كده بالعقل. دايمًا أنا باقول المثال ده لطلبتي وهاقوله لكم بشكل واضح أوي وركّزوا فيه. لو أنا راجل عندي بطولة مثلًا وباتمرّن قبل البطولة دي بقى لي 3 سنين على أنواع تدريبات مختلفة، أو يا عم أنا في gym مثلًا بقى لي 3 سنين أو 4 سنين، وحد تاني خد كورس مكثّف في التدريبات لمدة مثلًا 3 أو 4 شهور، هل هيعادلني أنا كلياقة وكمهارات وكفهم التفاصيل ال3 سنين دول؟ أكيد لأ. طب أنا عشان أعمل كورس مكثف لعقلي أنا، أعمل إيه؟ العقل فيه ميزة عن البنية الجسمانية بالنسبة للبني آدم. العقل بيبقى عنده إمكانية ربنا خالقها فيه إن هو يقدر يسيّف كل المهارات ببساطة. أنا المهم بالنسبة لي مش إنك تسيّف معلومة، المعلومات سهل جدًا وكلها مع كل الناس، وكل طلبة ثانوية عامة بتذاكر، لكن باختصار ليه مش كل اللي بيذاكر بيحقق؟ لأن الموضوع دلوقتي بيتوقف على فكرة أنت إزاي بتحل كتير. يعني عشان نكون متفقين، زمان كان الموضوع متوقف على فكرة أنت بتحل كتير في مواد واحدة، يعني مثلًا الmaths الphysics زي مادتنا إحنا، لكن حاليًا الموضوع بقى أغلب المواد شغالة على هذا النهج، فكرة أنت قد إيه بتحل كتير. يبقى على قد ما تقدر في الفترة دي حاول تنسق وقتك وتنظم وقتك زي ما قُلت في فيديوهات كتير قبل كده، علشان توصل لمفهوم إنك بتحل. واحد هيروح رادد عليَّ يقول لي: يا مستر مش كل المدرسين خلّصت مواد، يعني في مدرسين لسه ما خلّصتش. أنا عارف إن أغلبهم بيخلّصوا متأخر، لكن حضرتك لازم تبقى فاهم إن الفترة دي مش دور مدرسك نهائيًا. يعني لو أنا ما اقصدش كده إن أنا باشيل عنه الدور، لأ إطلاقًا، لكن أنا باتكلم بسياسة التعامل مع الأمر الواقع. المدرسين في فترات المراجعة ما بيعملش نفس المجهود اللي بيعمله في أثناء الشرح للأسف. أنا ما باقولش إن هو كده صح، لكن أنا باكلم طلبة، أنتم اخواتي، فأنا باكلمكم في الصح والمفيد ليك أنت. باختصار يعني ريّح دماغك خالص من فكرة المدرس يراجع زي ما هو عايز يراجع، المهم إن أنت تبقى بتحل أكتر على الأفكار القديمة اللي أنت هتحس إن هو ممكن يجريها شوية في المراجعة. يبقى أنت تحاول على قد ما تقدر إن أنت تحل بنفسك، أنت تبذل مجهود بنفسك، حاول توصل لكتب كتير وتحل منها. مصادر الكتب اللي موجودة كتير جدًا للحل، في كل مادة هتلاقي مصدر أو 2 على الأقل. في بعض مواد أنا سامعك اللي بتقول لي في بعض مواد لأ ما فيهاش غير هو مصدر واحد مثلًا زي الphysics ما فيهاش غير المعاصر، ماشي جميل، بس هو المعاصر منزّل لك question bank كمان ليه. وطبعًا في كتاب تاني اسمه الوسام بس ما انصحش بيه حاليًا، ده من أول السنة المفروض كنت تشتغل عليه. أقصد إن أنت حتى الquestion bank ده لو أنت حلّه أنت بنفسك، يعني أقصد إن أنت لو حليت كَم أسئلة معيّن وكتير بدماغك، يعني أنت اللي قدرت تفُك المهارات بدون مساعدة حد، ده هيكون أفضل لك كتير. مش معنى كده إن أنا باقول المساعدة غلط، ولكن لازم لو اتساعدت في فكرتين 3 في الchapter يبقى أنت تكملة الchapter أنت حليته بنفسك. يبقى حِل، 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 حِل على قد ما تقدر. ده خلاصة اللي أنا عايز أقوله. الفترة دي حِل لغاية ما شهر 6 يقول لك أنا جيت أهو. حِل على قد ما تقدر، وبلاش فكرة إنك تعتمد على المستر قال لمّا هنراجع هنلِم. دي أكذوبة، مش هاضحك عليكم يعني، مش كل الناس لمّا بتراجع بتلِم، خاصةً اللي لسه ما خلّصش منهج لغاية تاريخ الفيديو ده. فخدوا بالكم، لو لسه ما خلّصتش منهج في أي مادة ابتدي أنت راجعها بنفسك وما تستناش المدرس بتاعك لمّا يراجع. كل سنة وأنتم طيبين، أشوفكم على خير، مع السلامة.